عندنا في علوم السيرة مثلا عندنا علم كده مخصص اسمه علم المغازي. علم المغازي هو علم يختص بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، علم يختص بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا ليس له علاقة لا بحياة النبي ولا بشمائل النبي ولا بخصائص النبي ولا بدلائل النبي ولا بأي شيء عن النبي إلا بإيش؟ بالغزوات. كان هناك إمام هو في الحديث الصحيح فيه أنه متروك، جميل في الحديث، لكنه في هذه المادة العلمية اللي هي مادة المغازي، هذا الرجل الإمام الواقدي هو إمام الباب، إمام الدنيا في هذا الفن. وهو كما كتبت عنه في أبحاثي هو أول من كتب في علم المغازي، في علم المغازي بإيه؟ بالشكل التخصصي البحت الذي نعرفه الآن. نحن نقول إيش؟ هذا الرجل، هذا الباحث متخصص